مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقائكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها. صمت المغرب حول قرب انتهاء اتفاقية الصيد البحري مع اتحاد أوروبا تثير تساؤلات حول نية الرباط. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تتوصل بأهم الأخبار المغربية العاجلة. في الوقت الذي تستعد فيه جبهة بوليزارو لإعلان قرار عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي كانتصار لها في قضية الصحراء، بدأت العديد من الأطراف الأوروبية وحتى بعض الموالين للبوليزارو يطرحون تساؤلات عن مخطط الرباط بعد انتهاء اتفاقية الصيد. وذكرت عدد من الصحف الإسبانية أن المغرب لم يدخل في أي مناقشات أو مفاوضات مع المفوضية الأوروبية بشأن مستقبل الصيد البحري التي تنتهي في 17 يوليو المقبل، وهو ما يعطي انطباعا بأن المملكة المغربية يرجح أنها بدورها لا ترغب في تجديد الاتفاق، بالرغم من إلحاح أطراف أوروبية على رأسها إسبانيا على بدء المفاوضات في أقرب وقت. ووفق ذات المصدر فإن التزام المغرب الصمت مع الأوروبيين في اتفاقية الصيد البحري يتزامن مع تحركات قامت بها الرباط في الشهور الأخيرة مع العديد من الدول من أجل تقوية قطاع الصيد البحري بإدخال التكنولوجيا وإحداث مصايد سمكية والعمل على الرغد من الإنتاج البحري. وكانت من بين الدول التي وقعت مع المغرب اتفاقيات عديدة في هذا المجال هي إسرائيل. وبالموازاة مع ذلك اتفق المغرب مع دول أخرى لمواصلة التعاون في مجال الصيد البحري مثل روسيا واليابان، وصادق على الترخيص لسفن هاتين الدولتين للصيد في المياه الإقليمية المغربية الكاملة بما فيها سواحل إقليم الصحراء. وهي اتفاقيات ولقاءات تأتي على بعد أشهر وأسابيع قليلة من انتهاء مدة اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي. وسبق أن أشارت الوزارة المغربية وصية على قطاع الصيد البحري منذ أشهر عن وجود مسائل الرفع من الإنتاج المغربي في مجال الصيد، وبالتالي الرفع من الصادرات المغربية في هذا المجال، الأمر الذي يطرح تساؤلات عما إذا كان هناك مخطط مغربي لإنهاء اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي وتعويض السفن الأوروبية بسفن مغربية تحول المكان تصطاده تلك السفن إلى مراكز تخزين المغربية، مما يرفع من العائدات الحمانية أكثر مما يحصل عليه المغرب من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ككل. وتصدر الإشارة أن إسبانيا تبقى هي أكثر الدول الأوروبية استفادة من اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، حيث تحصل على أكبر عدد من السفن المرخص لها بالصيد في المياه الإقليمية المغربية. تحقق السفن الإسبانية التي تتجاوز 100 عائدات ضخمة من تصدير الأسماك المغربية للسوق الإسباني والأسواق الأوروبية الأخرى. وتعتبر إسبانيا حاليا من أكثر الدول الأوروبية التي تضغط بقوة لدفع المفوضية الأوروبية نحو تجديد الاتفاق مع المغرب، في حين أن أغلب المؤشرات تتجه نحو عدم تجديد الاتفاق، بالنظر إلى أن محكمة العدل الأوروبية يتوقع أن تصدر قرارا يمنع السفن الأوروبية من الصيد في المياه الإقليمية للصحراء المغربية بدعوى أنها منطقة نزاع. دمتم في رعاية الله، إلى فيديو قادم إن شاء الله.